اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيك يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الساعه 4:30 دلوقتي، لا وتلت بالظبط، وعايزه اعمل فطار. وكنت نايمه وصحينا الصبح ورجعنا نمنا تاني عشان دروس الاولاد، ومفيش وقت خالص عشان نعمل اكل مع بعض. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول. متنسوش تحطوا لايك وتعملوا شير للفيديو عشان نكبر بيكم، وصلوا على النبي يا حبايب قلبي. ولا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه كده يا حبايبي، ابتدي احط الميه كده معايا على البوتاجاز. عايزه اقول لكم ان احنا كنا صاحيين الساعه 10 الصبح وراحوا الاولاد الدرس ورجعنا نمنا. لسه صاحيه دلوقتي الساعه 4:30. ربنا يستر ونلحق نعمل الفطار. الميه اول ما بتغلي معايا، انا جايبه دبابيس من الرومي كده، كانت عندي في الفريزر، جايباها وحطاها ان انا هعملها. بصوا ما شاء الله. طبعا انا كنت نقعها في الميه وسايباها. اول ما صحيت سقطتها كده على طول. هسيبها تاخد اول قلبه عشان نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا هنا كده. طب معايا تعالى كده يا صاصه كده يا حبايبي. ديت اللي انا العصاج اللي انا كنت قايله لكم، حاطه عليه اللي هو كيس المفروم اللي هو بيعمل نفس مقدار اللحمه اللي انت بتحطيها. جبته امبارح وكنت عامله العصاج ده عشان اعمل الاولاد جلاش، وبصراحه ما كانش فيه وقت فما عملتوش. طبعا العصاج ده معايا جاهز، غير بس ان انا احطه على البوتاجاز كده حوالي 5 دقايق قبل ما اجهز الحاجه الفطاريه. هعمل بيه صينيه جلاش، وهنعمل مع بعض هنا الدبابيس الرومي، وهنشوف هنعمل ايه تاني جنبها. بصوا حبايبي، اول ما خدت غلوه كده، بصوا الناحيه دي هنا اهو. انا حاسه ان الحله صغيره عليها، بس بحاول بقدر الامكان اغير كده شويه وكده شويه عبال ما نخلصها. يعني هحط معاها بقى اي منكهات انت حباها. انا حطيت معايا هنا كرفس كده، وجبت بصلايه كده قطعتها نصين. بصوا كده اهي وسقتها. بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا هنا لورا وحبهان وواحده ماجي وجزر. بصوا اهو الحبهان تحت اهو معايا، وواحده من الماجي وجزر. ناقص بس هحط معايا جوز الطيب، عشان انا بحب احط في اي شوربه. انتوا عرفتوا خلاص معايا لازم جوز الطيب كده، بتخلي الحاجه معايا نظيفه. وطبعا الرومي كلنا عارفين ان الرومي عامل زي البط، في ناس بتقول عليه زفر شويه، بس طبعا انا نقعاه ومظبطاه زي الفل. بجيب معايا كده نص ليمونه واقوم ماسكاها كده عصراها، بسم الله الرحمن الرحيم، ودلقاها كده معايا في قلب الشوربه. وسيبي بقى الدبابيس الرومي تستوي كده وتاخد راحتها. تعالى بس اوريهم كده العصاج بقى بتاعنا يا صلصه اهو. حطيت بس عليه بقه ميه صغنطوطه خالص، عشان انا امبارح يعتبر ما سويتوش كويس. بصوا كده بس ما شاء الله كله زي الفل معايا اهو وظبطت ومتبل وزي الفل معايا. هجيب بقى انا دلوقتي معايا السمنه والجلاش عشان نعمل مع بعض صينيه جلاش كده في السريع. بصوا حبايبي بقى، جبت معايا كده الصينيه على طول. حطيت هنا حبه سمنه بلدي، معلقتين كده، وقلت اسيحهم عشان اعمل ورقه الجلاش بسرعه، عشان عايزه اقول لكم ما فيش وقت، وربنا يستر والرومي يستوي عشان نعمل عليه شويه ملوخيه كده حلوين. بسم الله. انا قطعت كده الجلاش على قد الصينيه. هدهن برضو كده معايا سمنه، واحط على طول الرق التاني وراه على طول. بسم الله. انا حابه ان انا عشان عايزه انجز نفسي باي طريقه عشان الوقت. انتوا عارفين يعني ايه الساعه 4:30 ولسه ما عملتش اي حاجه؟ صعبه قوي صعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل كل الرقات بنفس الشكل ده كده لحد ما اوصل لنص الجلاش، وبعد كده عشان نرجع نحط مع بعض الحشو. بصوا حبايبي، اول ما وصلنا كده للنص، حتى الطروف اللي هي كانت طالعه من الصينيه اللي هنا كده قمت ماسكاها حطها في نص الجلاش كده معايا. بصوا حطيتها في النص داير ما يدور كده عشان تبقى كلها اصل مش هنهدر منها حاجه بصراحه. قمت حطاها كده وعليها السمنه على طول. بصوا انا ننزل كده بالعصاج بتاعنا الحلو ده. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم الرومي عمال بقى مع نفسه عمال يغلي ما شاء الله. الريحه خطيره كده داير ما يدور كده عشان كل الصينيه تبقى مخدومه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. كفايه كده قوي. هجيب بقى معايا جبنه ميكس، جبنه موتزاريلا المتاح عندك حطي منه، بس انا لازم معايا بالضروري احط جبنه. ليه؟ بحس انها بتمسك الجلاشه كده لها شخصيه وقت ما بتكون لسه طالعه. اما لو انت مش هتحطي جبنه واستنيتي عليه شويه عادي ما شاء الله بيمسك نفسه وبيبقى زي الفل. بس احنا طبعا هنطلعه سخن وهنقعد ناكل. يعني بقول لكم الساعه دلوقتي كام؟ انا معرفش، مش عايزه ابص في الساعه عشان ما لهوكش نفسي. بصوا حتى الجبنه معاكسه معانا هي كمان اهي. بسم الله الرحمن الرحيم.
انزل المفتت واخد المجمد ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده كده. بيخلي الحاجه تمسك في بعضها، اول ما بتيجي تطلعي الجلاشه كده بتبقى معاكي حلوه. بسم الله، تبقى صينيه بقى كده واحده مخدومه ياكلوا منها، مش عايزه تسحي اهي. بسم الله، هكمل بقى كده بسم الله. نقوم جايين ماسكين على طول، ناخد راق على طول كده، ونجيب السمنه بتاعتنا ونسقي بنفس الشكل، واكمل بقيه الجلاش برده كده معايا. بصوا حبايبي كده، قلنا نبص على الرومي معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله، بصوا الشكل بتاعها. عايزه اقلبها كده من دي هنا ودي هنا. تعالوا نقلب دي معانا كده يا تمام، عكس عكاس كده عشان تستوي، بما ان الحله الكبيره عندنا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. ونسيبها برده تبقبق وتغلي مع نفسها ونغطي عليها. تعالوا نشوف بقى صينيه الجلاش بتاعتنا. عملتها بعد ما عملتها ايه يا ام احمد؟ لازم اضغط عليها بايدي كده عشان كل الحشو يمسك في بعضه، ما تبقاش عاليه لفوق كده معايا بالمنظر ده كده. هتقطعيها ايه؟ هقطعها التقطيعه المفضله بالنسبه لي اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بحس كده ليها شخصيه كده والاولاد بياكلوها، وقطعه كده تملى العين. بصوا ما شاء الله زي البيتزا اهي بالشكل ده كده بالظبط كده. نكملها كلها بنفس الشكل كده. بص كده خلاص كده اتقطعت وبقت زي الفل معانا. هتعملي لها ايه بقى يا ام احمد؟ التشريبه. لو الشوربه كانت جاهزه كنت سقيتها من الشوربه. لو الشوربه معايا كانت اللهم صل على النبي جاهزه كنت سقيت منه، بس دلوقتي هي مش جاهزه معايا، فانا هحط معايا كده بيضه، والحظ كمان طلعت بيضه بلدي. احط معانا رشه فلفل اسود، وهحط معايا رشه جوز الطيب. اعذروني بقى لو انا شغاله بسرعه علشان خاطر الوقت بس. بسم الله الرحمن الرحيم. واحط معايا رشه الملح، واجيب المضرب بتاعنا ونضرب الكلام الحلو ده كده مع بعض بسرعه. اول ما البيضه كده تفك كده ما تضايقيش من غمقان البيضه شويه، عادي خالص، عشان انا ما بحبش الحاجه فيها اي ريحه زفاره خالص، فلازم معايا فلفل اسود وجوز الطيب والكلام الحلو ده كله. نجيب شيل المضرب واحط معايا بقى ايه شويه لبن كده عشان تبقى التشريبه بتاعت الجلاش. بس كده كفايه. حابه تحطي في الوقت ده رشه بيكنج باودر تساعدك ان الجلاش معاكي ينتفخ ويبقى مورق كده زي الفطير، حطي، بتبقى جميله بصراحه وزي الفل. بس انا ما عنديش وقت اقعد اطلع من الضرفه بصراحه، فبنجز نفسي بالايه، بالطريقه الفلاحي بتاعتنا العاديه خالص. تعالوا بينا كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله، اللهم زد وبارك. بالشكل ده كده هز الصينيه كده هزتين عشان التشريبه تنزل في كل الجوانب بالشكل ده كده، وكلها تورق معاكي. عندك ما بتطلعش مستويه من جوه، لو الطريقه اللي انت بتعمليها بتخلي الجلاش معاكي بتحسي انه ني، لازم وانت بتعملي طبقه طبقه لازم تدهنيها بقدر الامكان، تدهني بس ما تكتريش سمنه عشان ما يبقاش معاكي مزيت. حاجات بسيطه كده بتسقسق معاكي ورقه الجلاش، بتطلع معانا مظبوطه ومورقه ومستويه معانا. ما عملتيش بورقه الجلاش ما بينها وما بين التانيه كده تحطي سمنه، لازم تحطي رشه البيكنج باودر عشان هي اللي هتساعده انه ينتفخ ويستوي معاكي بالشكل ده كده. انا مش هستنى ساعات بنسيبها كده 5 دقايق تتشرب وبعدين نحطها في الفرن، لا انا ما عنديش وقت. هي بالشكل ده كده هحطها معايا في قلب الفرن واسيبها تستوي. بصوا حبايبي، انا كنت جايبه بتنجان، انا قلت لاحمد ابني هات لي نص كيلو بتنجان ولا حاجه اعمله للقليه، طبعا جاب لي المكلبز الحلو العسل ده، فقلت مش هقلي، انا هسلقه في قلب البوتاجاز كده على طول عشان انجز نفسي. حطيته كده وهسيبه كده بقى ايه، احط له نطره خل، مش هحط له الملح دلوقتي بصراحه، هجيب بس الخل واحط له نطره خل معاكم على طول. نعمل كده احلى طبق بتنجان يفتح النفس كده على الفطار جنب شويه الملوخيه، يبقى ملوخيه وبتنجان كده مسلوق بالهريسه والثوم، حاجه كده تفتح النفس.
وهنعمل مع بعض الرومي كده بطريقه حلوه مع بعض. خليكم معانا. بصوا حبايب قلبي ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا شكل الرومي معايا، الصلاه على النبي، ده دخل في سوا خالص. انا حاسه انه داب كمان. هحط له الملح كده واسيبه ياخد غلوه مع بعضه علشان خاطر يتملح. وهنا انا حاطين البتنجان اهوت، حطيت معاه القرنين الشطه، شرخت كده الشطه معايا وحطيت قرنين الشطه. بصوا ما شاء الله. انا كنت هقليه بس هو ايه نصيبه ان انا اسلقه. انا بفضل مسلوق عن اللي شارب زيت. احط معايا كده ايه شويه الملح عشان مش هيقعد معايا في الخلطه كتير، عشان تبقى البتنجانيه ذات نفسها متملحه. هنسيبه برده كده يكمل سواه. تعالوا بينا كده نبص على الرومي. بصوا خلاص دخل في سوا اهو، دخل في سوا بس لسه. بص طالما في عصاره بتطلع منه ده لسه كده مستواش. بصوا كده لما تغرزش كده ده لسه مستواش. هنسيبه بقى كده يكمل سوا براحته كده. انا معليه النار، انا مش هقول لكم انا سايبه النار واطيه، لا انا معليه النار على الاخر عشان عايزه انجز نفسي. انا عايزه اقلبها كده. بسم الله اهي. خليها بقى تستوي كده واغطي عليها عشان ننجز السوا بتاعها. بصوا حبايب البتنجان معايا كده اتسلق ما شاء الله لا قوه الا بالله. هطفي بقى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نطره الملح اللي حطيناها ديت اكيد هتبقى فارقه في طعم البتنجان. بصوا كده معايا الصلاه على النبي. ده بقى زبده هفيه كده من الميه واحطه كده معايا في قلب الطبق. بصوا حبايبي البتنجان اهو طلعته معايا. هجيب بقى معايا كده ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. احط فيه توم وهحط فيه ملح، شويه ملح كده حلوين. وهقوم جايبه معايا الهريسه. هناخد معلقه كده حلوه من الهريسه. بسم الله. ناخد كده معلقه من الهريسه. طلعتها من الفريزر كده اخد منها بس معلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان بتخلي دقه البتنجان ما تبقاش حلوه ولا لازم معاها هريسه. نحط كده معلقه من الهريسه الحلوه. نجيب بقى معانا شويه كمون. بسم الله. هتدق كله في بعضه. هدق كله في بعضه عادي خالص. واحط معايا رشه من الفلفل الاسمر ورشه من الكزبره. هنا بقى كده الثوم معاه معلقتين هريسه ورشه الملح والكمون والكزبره وفلفل اسمر. احط معايا كده ايه ودقتهم مع بعض مع الثوم. شويه خل كده محترمين حلوين. واعصر هنا معايا ليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الاكل في استعجال بصوا بيبقى ضاغط على الاعصاب يا حبايب قلبي، بس ربنا يكرمنا ان شاء الله ونخلص على طول. بصوا الدقه خطيره. حابه بقى تبشري عليها جزرايه تحط عودين بقدونس تبقى خطيره ما شاء الله. بس طبعا عشان الوقت مش هيسعفنا خالص. طبعا ايه ده البتنجان اللحمه دي ابني جابه، هو مبزر شويه بس زي الفل بالنسبه لي. انا مش عايزه اكسر بخاطره. بس هو بصوا تعالى اوريهم كده يا صاصه. بصوا مبزر ازاي. بس مش هقول جابه كتر خير. حط عليه كده الدقه. هاتلي طماطمايه يا احمد. هجيب معايا كده بتنجانيه التانيه دي وملحه كله بنفس الشكل كده. بصوا حبايبي قطعت الطماطمايه كده مكعبات بتبقى حلوه قوي مع الدقه كمان والهريسه كده والليمون والخل بتبقى خطيره. هدلقها بقى كده معايا في قلب الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده بتبقى بصراحه خطيره. حط كده الطماطم. حابه بقى انت تقلي الشطه براحتك، حابه تقلي البتنجان براحتك. بصوا احنا عملنا كده عشان احنا ايه مضغوطين كمان، وانا بحبه مسلوق عن ما يكون شارب زيت. بصوا بالشكل ده كده احلى طبق بتنجان يفتح النفس كده وقت الفطار مع الملوخيه. لازم كده حته بتنجانيه وفلفلايه كده تفتح نفسنا. بصوا حبايبي هنا بقى هعمل تتبيله حلوه قوي للرومي هدهنها بيه على وش الرومي. بصوا ما شاء الله. جبت معايا معلقه عسل ابيض ومعلقه من الصلصه وهحط معايا رشه ملح. بسم الله عشان نخلي الايه الرومي بتاعنا متبل كده حلو. ورشه الفلفل الاسمر ورشه الكمون. وهجيب معايا معلقه زيت. بسم الله. معلقه الزيت كده معايا. ندمج بقى ده كله مع بعضه كده. وحطيت كمان رشه جوز الطيب تخلي معانا كده ايه الرومي نفسه كده حلو. تعالوا بقى بينا كده.
بسم الله. استنى الفرن شغال، الرقاق وقف يا صالح. بصوا حبايبي الحمد لله افتكرت صينيه الجلاش في الوقت المظبوط، طلعت معايا بصوا ما شاء الله على الشعره اهي. شلتها على طول، سبت الفرن بقى معايا عشان هنحمر معانا الرومي ده كده. انا ممكن تحمريه في سمنه، ممكن تحمريه في زيت عادي، بس انا مش عايزاه يبقى ناشف مقلوح كده، لا عايزاه يبقى جوسي كده وحلو. بس الصلصه كمان بتخلي لونه جميل. هقلبه بسم الله. همسك من العضمايه هنا كده عشان استحمله اكتر. بسم الله الرحمن الرحيم. وندهن بقى اللحم بتاع الرومي ده كله كده. بصوا اتدهنت كلها كده ما شاء الله، من تحت ومن فوق بقت زي الفل معايا اهي. بصوا اهي من تحت ومن فوق بقت زي الفل معايا. احطها بقى معايا في الفرن تتحمر ونطلعها ونوريها لكم. بصوا حبايبي انا صفيت كده حبه شوربه من الرومي، وانزل معايا كده بكيس من الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نعمل ملوخيه عايزه اقول لكم ناقص معرفش حوالي 10 دقايق. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معليه الفرن عشان احمر الرومي، وقلت اعمل الملوخيه معايا على طول. وعندنا عيش طار البلدي بقى، والاكله تستاهل بقه. بسم الله ما شاء الله. هتشوفوا الاكل بتاعنا بقى وهو بيتعمل هيفتح نفسكم ان شاء الله، مع ان الاكل معمول بصوا عايزه اقول لكم في وقت قياسي، بس ما شاء الله هتبقى سفره النهارده حاجه كده ملوكي وتفتح النفس وتشرف. بصوا حبايبي الملوخيه اهي بالمضرب كده على طول. بسم الله ما شاء الله فكت معانا اهي. عقبال بقى ما تاخد الغلوه دي تعالوا بينا كده. هنا دي السمنه البلدي اللي فاضله من الجلاش واحنا بنعمل، ودقينا هنا كام فص من الثوم هندلقه على السمنه البلدي كده على طول. بصوا حبايبي الملوخيه ما شاء الله جميله وزي الفل. ممكن احط لها بقى رشه السكر دي عشان تحافظ على الخضار بتاعها وما تغمقش مننا. لما تغليها مره واتنين ما تغمقش مننا، بس طبعا احنا مش هنغليها مره واتنين عشان ما تقطعش مننا. اما احس انها هتبتدي بصوا بسم الله الرحمن الرحيم بقلبها كده اهي كويس. والتومه معايا هنا شغاله اهي بالسمنه البلدي. زودي سمنه وانت بتعملي طشه الملوخيه تطلع معاكي زي ما بتشوفيها بتاعه المحلات بره كده وجايبينها على التلفزيون. سرها انك ما تغليهاش كتير. انا هطفي عليها كده دلوقتي عشان التومه ما تغليهاش كتير، تفضل معاكي خضره وما ترقدش معاكي. والتومه لازم تزودي معاها السمنه. طبعا صينيه الجلاش بتاعتنا اهي بصوا ما شاء الله خطيره. وهنغلف برده شوربه. تعالوا ما نبص كده على الرومي في الفرن. بصوا الصلاه على النبي. دخل كده يا صالح وريهم الشكل. عايزه اجيب كده اوريكم. بصوا حبايبي والتومه كده ما شاء الله ريحتها طلعت كده. حط معانا معلقه كزبره كده عشان ريحه الملوخيه بتاعتنا تجيب اخر الشارع. نقلب الكلام الحلو ده كله مع بعضه. بسم الله ما شاء الله. وطي سنه عشان ما نحرقش الدنيا. تعالوا بقى نشوف الخطوه الحلوه بتاعتنا دي، ونجيب الملوخيه وننزل بيها كده على الطش. الصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا شفيعي يا رسول الله. بالشكل ده كده. بكده يا حبايب قلبي نكون خلصنا الاكل بتاعنا. تعالوا افطروا معانا. بصوا شكل الاكل بتاعنا ما شاء الله. اللهم صل على النبي يفتح النفس. ادي الملوخيه بتاعتنا الخضراء والدبابيس الرومي ما شاء الله لا قوه الا بالله، وادي البتنجان المخلل بالشطه وشويه الشوربه والجلاش بتاعنا. الصلاه على النبي. بصوا شكله. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. خرطه بخرطتها كده حاجه تفتح النفس. وهنفطر على فراوله احمد ابني اللي عاصرها ربنا يبارك له ويحفظ لكم اولادكم. وده فطارنا يا حبايبي. ما تنسوش تحطوا لايك، واللي مش عامل اشتراك يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.